اهلا وسهلا الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نقترح لكم واحد البسبوسه بالشوكولاط بطبيعه الحال، كتجي ساهله واقتصاديه، واهم من هادشي المقادير متوفره في جميع البيوت. غندوزو ان شاء الله طريقه التحضير والمقادير ما تمشيو فين. غادي نحتاجو 2 بيضات بحراره المطبخ اللي هما غيكونوا البيض متوسط الحجم. غادي نحتاجو واحد الساشي ديال النكهه ديال الفاني. غادي نحتاجو نص كاس ديال السكر سنيده. غادي نخلطو مزيان هذاك البيض مع الفاني مع السكر حتى يندمجوا لينا ويذوب لينا السكر سنيده، عاد باش غنضيفو الزيت. المقادير ان شاء الله بالغرامات غتلقاوها ان شاء الله في صندوق الوصف. وبالنسبه للناس اللي كيبغيو بالكاس القياس كاس العنبه، يعني غادي تلقاوها ان شاء الله في هذا الفيديو وبالغرامات في صندوق الوصف ان شاء الله. غادي نضيفو نص كاس ديال الزيت، نفس الكاس اللي غادي تعبروا بها البنات هما اللي غادي تاخذوا به القياسات كاملين. بطبيعه الحال الزيت والسكر والحليب نفس القياس، يعني نص نص. لا درتو كاس انا درت نص على حسب المول اللي عندي البنات. نتوما الا كان عندكم المول كبير فطبيعه الحال غادي ديروا كاس. دابا غادي نخلط مزيان كما يبان لكم. غنضيف نص كاس ديال الحليب. الحليب بارد البنات بحراره المطبخ، يعني عادي ما سخنتوه ما حتى شي حاجه. صافي غادي نخلط مزيان كما يبان لكم في الفيديو، غير باش داكشي يندمج ليا مع بعضياتو. درنا البيض والسكر والفاني، ضفت الزيت وضفت نص كاس ديال الحليب. صافي غنخلط مزيان، عاد غادي نضيف عليه كاكاو المور. بالنسبه للكاكاو المور البنات من الاحسن نديروا هاد الكاكاو ما يكونش داك اللي كنديروا بودره الاطفال الحليب، حيت هذيك ما غيعطيكمش اللون. كندير واحد المعلقه عامره، هاد المعلقه عندي صغيره عليها دير 2، نتوما ديروا معلقه كبيره راه كافيه. هاد الكاكاو المور دغيا كيعطي اللون. وغادي نضيف كاس ديال السميده ديال البسبوسه خاصه بالحرشه والبسبوسه. صافي غادي نخلط مزيان. بالنسبه لهاد العبار ديال السميده راه خدات ليا كاس ونص، ما عرفتش علاش داك النص الثاني اللي هو يكون 50 غرام ما تسجلتش ليا هنا في الفيديو. المهم نتوما غديروا كاس ونص. بالنسبه للمول اللي عندهم بحال ديالي، الناس اللي عندهم المول كبير فتقدر تاخذ لكم كتر على حسب السميده. المهم كنخلط مزيان عاد باش غادي نضيف 2 خمارات حمر. الا كانت عندكم هادو ديروا 2، كانت عندكم ديك البيضه الكبيره هي اصلا كتكون واقيلا فيها شي 16 غرام. هادوك الناس ديال الشمال كتكون عندهم. الا كانت عندكم هذيك غادي ديروا عي وحده منها، ما ديروش 2 حيت هذه فيها غير 8 غرام، يعني كنديروا 2 هي كتعطينا 16 غرام. صافي كنبقاو نخلطوا مزيان، خصوصا هاد الخميره خصكم تخلطوها على ود باش ما تبقى لكمش مكوره تما وكتعطيكم مذاق المروره. من بعد يعني قبل ما انني كنخلط هادشي كامل راني مدهنه المول من قبل، دهناه بالزبده مزيان وكترشوا فيه السميده. لا خفتوا انه يلصق معكم كتدخلوا شويه الفريكو بما انكم كتوجدوا البسبوسه ديالكم. صافي دابا دهنت المول ديالي، غادي نكب البسبوسه ديالي. طبيعه الحال شفتوا القهوه ما يكون شويه بحال هكا، ولكن نتوما غادي تخليوها حتى يسخن الفران مزيان. انا درتها وخليتها بما سخن الفران مزيان صافي كتكون شربت. كنخلطها في المول. طبيعه الحال غادي نخليها شويه هكا وغادي نمشي نسخن الفران حتى كيسخن نشوف الفران انني سخون عاد باش كندخل هاد البسبوسه ديالي كطيب. من بعد ما كطيب البسبوسه ديالي كتجي على هاد الشكل هذا كنسقيوها. بالنسبه باش ما بغيتو كتسقيوها، سقيتها بنيسكافيه والسكر. صافي هذا الشيء باش سقيتها البنات. وطبيعه الحال البسبوسه كتكون سخونه، اما السقوه اللي غتسقيو بها فهي كتكون بارده، يعني ديما ديروا العكس. بالنسبه لهاد لاصوص انايا غادي نوريها لكم. غادي تشوفوا المقادير ديالها، انا غادي تشوفوا المقادير. من بعد هنا الحليب 300 ملي مع 3 المعالق ديال السنيده و2 معالق ديال المايزينا. كديروهم في الحليب بارد كتخلطوا مزيان، كديروها على النار حتى كتغلى. ومن بعد ما كتغلى كتطفيو عليها عاد باش كتضيفوا عليها 4 القطع ديال الشوكولات. بطبيعه الحال انا استعملت كالا هي اللي كنخدم بها. وعاد كتضيفوا الدانيط. هذه اخر حاجه كديروها البنات، يعني ما ديروش كلشي فوق النار. صافي من بعد ما كتبرد ليا البسبوسه ديالي وكتوجد ليا داك لاصوص كنخليها غير دفا شويه، كنكبها فوق البسبوسه ديالي وكنقدها بحال هكا مزيان في جميع الجوانب، خصوصا هذيك الجوانب خصكم تقدوهم مزيان. عاد غادي نضربها شويه مع سطح العمل غير باش كتقاد ليا وكتاخذ الفورمه ديال المول. عاد باش غادي ندوز نشارك معكم ديك الطريقه اللي عملت ديال الكريمه، فهي دخلت ليا في نص ديال الفيديو.
دابا غادي تشوفوا استعملت البنات كما غيبان لكم. درت 3 المعالق ديال سكر سنيده، درت 2 معالق ديال الكاكاو المر. طبيعه الحال اذا كان عندكم هذا ديال العباره ولا ديك الشاصيه ماشي مشكل. 300 ملي ديال الحليب، وغادي نخلط مزيان هكا مزيان حتى كيذوب ليا داك مايزينا وداك الاخر مع بعضياتهم. وهاد باش كنديرو فوق النار، لان اي حاجه فيها النشا ودرتوها فوق النار وهي سخونه كتلصق معاكم تلصق لكم في القاع وكتحرق. يعني ردوا البال لهاد القضيه فين تكونوا دايرين مايزينا والكريم باتيسري ضروري. ها المكون السحري اللي كنضيف البنات في الكيك كيجي واعر، هي هاد فيفا واقيلا جولد كريم. كتباع في بيم زوينه، كديروا معلقه صافي. دابا كنقطع لكم الشكل ديالها كيفاش غادي تشوفوا كيفاش كجات. بالنسبه للتزيين فهو كيبقى اختياري، انا زينتها بهاد الشعريه فيرميسين ديال الشوكولات على حسب الوليدات، راكم عارفين كيعجبهم الشوكولات. بالنسبه نتوما شنو ما كان كيعجبكم من لوليداتكم زينوا بكاوكاو بالكوك، كيبقى لكم داكشي اختياري وعلى حسب الذوق. قطعت معكم هاد الطرف بتشوفوا كيفاش كتجي غزاله البنات وكتجي معلكه. اهم من هادشي كامل راه شفتوا ما كتلصق لا في المول لا حتى شي حاجه. غير تبعوا المقادير وطريقه ديال التحضير ان شاء الله وغادي تنجح معاكم. بطبيعه الحال هاد البسبوسه هي اللي ولات عندي معتمده انني كنديرها. هاد الفيديو البنات تخربق ليا شويه، كان خصني ندير هذا قبل من هذاك، ولكن حيت دخل في التصوير طويل ما جيت نقطعو. خصني نقطع الفيديو كامل باش نعاود نمونطيه. المهم قبلوا على اختكم وصافي. التزيين كيبقى بسيط وكيبقى لكم على حسب الذوق ديالكم. كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو مع اصدقائكم، وما تنسوش الاشتراك. طبيعه الحال فضلا وليس امرا. السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.